فعالة والطريق لاكتشاف مبكر، وهي الأداة اللي بتمكن الأفراد من اتخاذ قرارات صحية واعية. النهاردة مش بس بنقدم معلومات عابرة، لكن بنحط إطار واضح للوعي، نصحح مفاهيم منتشرة، وبنربط ما بين العلم والتطبيق العملي في حياتنا اليومية. سيزون 2026 بيبدأ برؤية واضحة، وإن الوعي مش حدث مؤقت لكن مسار مستمر، وإن بناء مجتمع واعي صحيا بيبدأ بمعلومة صح تتقال في الوقت الصح. ومن هنا ومع أول سيشن يشرفنا تكون معانا شخصية طبية متميزة لها خبرة علمية وعملية كبيرة في مجالها وحضور واضح في العمل التوعوي. خلونا نرحب بالدكتورة سارة زيتون، استشاري جراحة أورام الثدي التجميلية، علشان تشاركنا خبرتها العلمية وتسلط الضوء على مفاهيم أساسية مرتبطة بالوقاية والاكتشاف المبكر ودور الوعي الصحي في تقليل المخاطر ورفع جودة الحياة. أهلا بحضرتك يا دكتور، ويشرفنا وجود حضرتك معانا. تقدري تبدأي. السلام عليكم. أنا مبسوطة جدا من الدعوة اللي أنا تلقيتها من الكلية عندكم عشان نعمل السيشن ديت. ويا رب إن شاء الله أتمنى إنها تبقى سيشن لذيذة ومش مش تقيلة، وتبقى يا رب مفيدة بإذن الله. أنا دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية في المجال بتاع البريست كانسر أو أورام الثدي أو التوعية حوالين أورام الثدي من 2011 تقريبا، يعني بقالي فترة طويلة جدا. بحب التخصص قوي وبحب ان انا اعمل عليه توعية كتير جدا اكتر ما هو اشتغله. يعني انا حابة ان هو يبقى اسلوب حياة اكتر ما هو شغل انا مجبرة ان انا اعمله. هنبدأ ان احنا في محاضرة او في سيشن ظريفة كده ان احنا نقول بعض الخرافات وبعض الحقائق اللي منتشرة عندنا في المجتمع بتاعنا حوالين سرطان الثدي او اورام الثدي عموما. ومن خلال الحاجات المغلوطة دي هنبتدي بقى نتكلم عن الحاجات الصح، وازاي نعمل كشف مبكر، وازاي ايه هي طرق الوقاية، وازاي بنعالج اورام الثدي من خلال ان احنا بنحط السبوتس على الحاجات المغلوطة وان احنا نصححها ان شاء الله. اول حاجه بنسمعها او بنقولها او ساعات كمان نزل عليها اعلان في الميديا ان سرطان الثدي بيصيب واحد من كل 8 سيدات. يعني لو جبت 8 سيدات هلاقي عندهم واحده مصابه بسرطان الثدي. هل المعلومه دي صح ولا غلط؟ المعلومة دي صح وغلط في نفس ذات الوقت. صح في انها فعلا دي النسبة اللي بينتشر فيها سرطان الثدي، واحد في كل 8 سيدات، بس عند سن ال80. يعني كل ما السيدات بتكبر في السن كل ما كان فرص الإصابة أكتر. وعشان كده لما تقول أنا ست كبيرة مش هقدر أروح أعمل الكشف المبكر، أقول لها سنك سبب أدعى إن إحنا نروح نعمل الفحص المبكر أو الكشف المبكر، لأن كل ما تقدمنا بالسن كل ما كانت فرص الإصابة أكتر. وزي ما انتم شايفين كده إن إحنا وإحنا في سن صغير أقل من سن ال30 بتبقى فرص الإصابة تقريبا واحد في ال2000 سيدة، وعند سن ال30 لل40 بتبقى واحد في ال200، وعند ال40 بتبقى تقريبا واحد في ال50. وده دراماتيك تشينج أو ارتفاع ملحوظ جدا في فرص الإصابة عند سن ال40، إن تبقى من كل 50 سيدة ألاقي واحدة عندها ورم في الثدي. فبالتالي لازم يكون سن ال40 ده هو الريد لاين أو هو الخط اللي عنده لازم كل السيدات تبتدي تعمل فحص مبكر او كشف مبكر للاورام بتاعه الثدي، حتى لو ما كانش فيه اي عرض من اي نوع او اي شكوى من اي نوع. وطبعا النسبه دي بتبتدي تفضل تزيد لحد ما نوصل لواحد في كل 8 ستات عند سن ال80. يعني لو جبت 8 سيدات عندهم 80 سنة هلاقي فيهم واحدة عندها بريست كانسر، ودي نسبة مش صغيرة إطلاقا. يعني وهنا نقدر نقول ان احنا عرفنا يعني ايه طريقة الكشف المبكر. ان احنا عند سن ال40 نبتدي نعمل كشف دوري كل سنة عن طريق السونار والماموجرام، حتى لو احنا مش حاسين بأي عرض من اي نوع او اي شكوى من اي نوع. طيب، نيجي للمث او الخرافة التانية، ان اي كتلة في الثدي معناها انه ده ورم خبيث. يعني اي سيدة بتحس اي كتلة بتخاف وتقول لا ايه ده كده ورم وانا مش هروح افحص او مش هروح اكشف ومش عايزه اخش في مهاترات. هل الكلام ده صح؟ اي كتله نحسها معناها ان ده ورم خبيث؟ الاجابه غلط تماما. الحقيقه ان من كل 10 هيجوا يقولوا لي انا عندي كتله، هلاقي واحده بس فعلا هي اللي عندها كتله بحقه حقيقي وانها فيها ورم خبيث. طبعا دي حاجات ارقام يعني مش اكيوريت قوي، بس بالتقريب ان مش اي حاجه بنحسها
نبقى معناها ان احنا عندنا ورم، وبالتالي مفيش حاجه اسمها انا خايفه اروح اكشف لا يطلع عندي ورم، لان اغلب لما نفحص هنلاقي ان مفيش حاجه مشكله، وهنطمنها ونعرفها ازاي تفحص نفسها صح، وازاي تديتكت او تعرف ان في مشكله او لا، فبتروح للتخصص الصح. نيجي عند الخرافة الثالثة: حبوب منع الحمل تسبب السرطان. طبعا في كلام مغلوط، حتى في الفترة الأخيرة انتشر بوستات على السوشيال ميديا كتير، على الفيسبوك والتيك توك والحاجات دي، إن الهو أو منظمة الصحة العالمية قالت إن حبوب منع الحمل بتسبب السرطان. هو طول عمره متقال كده، بس مش صح المقولة أو الترجمة. هي مش تسبب السرطان، هي ترفع فرص الإصابة. يعني إيه؟ يعني اتس ا ريسك فاكتور، يعني عامل من عوامل الخطورة. يعني كل ما خدت هرمونات أكتر، كل ما أصبحت أكثر عرضة للتعرض لأورام الثدي أكتر من غيري. طيب معنى كده ان ممنوع ناخد حبوب منع حمل؟ لا طبعا مش كده، لكن لما انا اكون فوق سن الأربعين فده هاي ريسك، يعني فرص الاصابه عندي عاليه، ومثلا عندي تاريخ وراثي في العيله، اروح رايح واخد هرمونات؟ اكيد لا. فبالتالي احنا بننصح السيدات فوق سن الأربعين او عندنا تاريخ وراثي في العيله لسرطان الثدي، بننصحهم ان احنا لا يفضل ان احنا نستخدم اي وسيله هرمونيه لمنع الحمل. ليه؟ عشان ما نزودش العبء على الجسم او فرص الاصابه، لان احنا اوريدي هاي ريسك، او احنا اساسا من الناس او من الفئة عالية الفرص اللي ممكن يجي لها اورام، فبالتالي مش هزود هذه الفرص بالهرمونات. يعني لو جالي بنت عندها حاجة وعشرين سنة وعايزة تستخدم وسيلة منع حمل هرمونية، ومفيش عندها اي حد في العيلة، مش همنعها. لكن لما تجيلي واحدة عندها 43 سنة وتقولي انا عايزه اخد هرمونات او كبسوله او اللوب الهرموني او الحقن بتاعت منع الحمل، طبعا هقول لها لا، الكلام ده مرفوض، لازم نشوف وسيله غير هرمونيه. فبيبقى هو ما ينفعش اقول دي بتجيب سرطان مطلق، لا، لازم افهم المعلومه صح، انها بتزود فرص الاصابه، ولا ينصح بيها في الناس اللي عندهم هاي ريسك او خطوره عاليه للاصابه باورام الثدي. وده ينطبق طبعا على اي حاجه هرمونيه. ومن هنا نقدر نقول مين هم الناس الهاي ريسك. يعني احنا قلنا منهم اتنين، اللي هي عن فوق سن الأربعين دي هاي ريسك، واللي عندها اي فرص اي حد في العيله جاله، زي الام او الاخت او الجده او الخالات او بنات الخالات، وعلى نفس القوه العامه وبنات العمات والجده من الاب. فلو عندي حد من العيلة ده فيه جاله كانسر في الثدي، بيبقى ده يعتبر تاريخ وراثي موجود، ويفضل ان احنا نبعد عن اي حاجة هرمونية. عشان قلنا ان الهرمونات، كل ما تعرضنا للهرمونات في حياتنا اكتر، كل ما كنا اكثر عرضة للاصابة باورام الثدي. لان تأثير الهرمونات في الجسم، اللي هو الاستروجين والبروجستيرون، يعتبر تأثير تراكمي. وعشان كده بتقول الأبحاث إن كل ما تعرضنا لعدد استروجين أكتر، كل ما كانت فرص الإصابة أعلى. إزاي؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني البنت اللي مثلا بيجي لها البيريد بدري ومشيت من عندها متأخر، فهي قعدت فترة طويلة طول حياتها عندها تقلبات هرمونية، دي أكثر عرضة من العكس اللي جالها متأخر ومشيت من عندها بدري. ونفس الكلام ينطبق على الحمل والرضاعة. في الحمل والرضاعة احنا مفيش هرمونات، مفيش بيريد بتيجي، فبالتالي كأن قعدنا فترة طويلة ما بتجيلناش، فبقى على مدار حياتنا عدد الدورات اللي تعرضنا لها أقل من العادي أو لستات تانية، فبالتالي بقينا أقل خطورة. لكن مش معنى كده إن الحمل والرضاعة وقاية، وهنيجي للنقطة دي إن شاء الله. طيب نيجي بقى للماس نمبر فور او الخرافة الرابعة: ان الحمل والرضاعة وقاية من سرطان الثدي. ستات كتير قوي بتيجي عندها كتلة في الثدي وتكون بترضع، ما جيتيش تكشفي من بدري ليه؟ انا حامل او برضع، ازاي هيجيلي ورم في الثدي؟ مين قال ان الحمل والرضاعة وقاية من سرطان الثدي؟ عمر ما في حاجة اسمها وقاية، او في حاجة ان انا هعملها هتمنع تماما ان اتعرض لاورام الثدي. لكن الحمل والرضاعة بيقللوا الخطورة، زي ما قلنا ان الحمل والرضاعة فترات 9 شهور في 9 شهور في 9 شهور في رضاعة سنة اتنين تلاتة، بيخلوا التعرض للتقلبات الهرمونية الناتجة عن البيريد او الدورة الشهرية قليلة. فبالتالي تعرضي لهرمونات الأنوثة على مدار حياتي أقل من غيري اللي ما حملتش وما رضعتش، فبالتالي أنا أقل عرضة من غيرها. لكن في الآخر مين اللي يجيله؟ نو وانز نو، محدش يعرف.
احنا بنبقى عارفين ان اللي حملت ورضعت اقل خطورة من غيرها، لكن في الاخر ممكن يجي في الحمل والرضاعة. بالعكس، ده لو جه في الحمل والرضاعة للأسف بيبقى أعنف بكتير من اللي بيجي في غير الحمل والرضاعة، نتيجة ان الهرمونات الكتير أثناء الفترة دي ممكن تحفز الأورام وتخليها تنشط أسرع وتخليها تنتشر أسرع. وممكن كمان التأخر في الاكتشاف بتاعها، نتيجة ان الستات مطمنة كتير ان طول الحمل والرضاعة مفيش أورام، فبالتالي بتتجاهل العرض اللي عندها وتتجاهل انها تروح تكشف. ولو راحت ممكن للأسف تروح لدكتور النساء، ودكتور النساء مش دكتور متخصص في أورام الثدي، فممكن يقدم لها نصيحة خاطئة في ان الايه دي تغيرات مطرح الحمل، دي تغيرات مطرح الرضاعة، وانه ممكن للأسف يمس او ما يشخصش الموضوع صح. طيب، نيجي لنمبر 5، سرطان الثدي الوراثي. تيجي سيدة مثلا، أنا عندي كتلة، ايه ده احتمال يبقى ورم، فاحنا يا امي لازم نعمل اشعه او فحوصات او عينه عشان نتاكد. لا، ازاي يجيلي انا ما عنديش حد في العيله جالي؟ طب ايه العلاقه؟ هو مش لازم يبقى عندنا حد في العيله يجي. الحقيقه ان 5 ل8% فقط من أورام الثدي هي اللي تحمل الجين الوراثي. معنى كده إن أغلب الحالات، الأغلبية العظمى من حالات أورام الثدي، حالات غير جينية وما عندهاش تاريخ وراثي في العيلة. يبقى معنى كده إن إحنا لازم نعمل المتابعة الدورية عند سن ال40، حتى لو ما عندناش أي تاريخ وراثي في العيلة، لأنه مش شرط. بالعكس، النوع الوراثي نوع قليل جدا، وده من فضل ربنا، لأنه ممكن يبقى أعنف شوية من الأنواع العادية. طيب، نيجي لخرافة نمرة 6، سرطان الثدي ما يجيش في الرجالة. منتشرة جدا ان لو راجل حس بأي كتلة في المنطقة بتاعة الثدي يتجاهلها او ما يروحش للدكتور الصح، لان احنا في دماغنا كلنا ان مفيش اورام في الثدي بتيجي في الرجال. الحقيقة انه غلط جدا، هو قليل ولكن موجود. احنا نسبة سرطان الثدي في الستات للرجالة 1 ل99، يعني لو جبنا 100 حالة عندها سرطان ثدي هنلاقي راجل و99 سيدة. فهو مش منتشر، ولكن موجود. وللأسف تشخيصه بيبقى متأخر نظرا لجهل بعض الناس أو لعدم معرفة بعض الناس إن هو موجود أساسا، فبالتالي عقبال ما بيتشخص بيكون عدى فترة طويلة، وممكن نشخصه للأسف في مراحل متأخرة. طيب، نيجي لنمرة 7، دي منتشرة جدا جدا جدا، طريقة الديودرنس أو الهير ريموفل أو الليزر. هل الحاجات دي بتسبب سرطان الثدي؟ أو الديودرنس اللي فيها ألومنيوم، والألومنيوم فري هي السيف، ولكن اللي فيها ألومنيوم دي مش سيف وما ينفعش نستخدمها لأنها بتزود فرص الإصابة بسرطان الثدي. الحقيقة ان المعلومه دي مغلوطه تماما، مفيش اي حاجه مثبته علميا ان اي نوع من انواع الديودرنت، سواء الالومنيوم فري او مش الالومنيوم فري او الرولات او الكريم او وات ايفر ايه هو، او طرق ازاله الشعر او الهير ريموفل عن طريق الليزر او اي طريقه تانية، ليها علاقه من قريب او من بعيد بسرطان الثدي. مفيش اي معلومه مثبته علميا تماما بتقول على الموضوع دوت. نيجي لنمبر 8 او نمره 8، هل لبس البرا كتير او ضيق ممكن تساعد في سرطان الثدي او تزود فرص الاصابه بسرطان الثدي؟ المعلومه دي منتشره كتير جدا، ان احنا ما ينفعش ننام بيه او ما ينفعش نلبسه ضيق عشان ده ممكن يسبب في اورام. الحقيقة إن حمالة الصدر أو تصميمها أو نوعها أو الماتيريال اللي هي فيه أو فيها واير ولا لأ، اللي هي السلك أو لأ، كل الكلام ده ملوش أي علاقة من قريب أو من بعيد بسرطان الثدي للأسف. معلومة مغلوطة، ده كنوعه، وكمان لبسه أو قلعه ملوش أي علاقة بسرطان الثدي، بالعكس. لكن ليه علاقة بإيه؟ ليه علاقة بالأوجاع. احنا كل ما الثدي كان فيه احتقان وتقل وهرمونات ووجع، لبس البرا بيساعد في التقليل من الاوجاع دي، بالذات لو مختار صح كمقاس وملبوس صح كارتفاع، لان لازم نحافظ ان حمالة الصدر تبقى ملبوسة بطريقة صحيحة ويبقى مقاسها صحيح عشان تأدي وظيفتها وهي حمل الصدر. فبالتالي بتقلل الآلام المصاحبة للتقلبات الهرمونية والاحتقان اللي زي بيبقى قبل البيريود، فترة PMS والكلام دوت. فلبس البرا حاجة صحية وملهاش علاقة خالص بالأورام. تمام، نيجي على الخرافة التاسعة. بنشوف كتير قوي حالات بنبقى عندها كتلة
وتيجي نقول لها لازم هناخد من الكتلة دي عينة عشان نشخصها، تقول لا انا مش هاخد عينة، نخش نشيل الورم على طول. انا سمعت او قالوا لي ان العينة بتنشر الورم، ولو الورم اتحط فيه مشرط هينتشر ويبقى مرحلة متقدمة ويسرح في الجسم كله وبلا بلا بلا من الكلام دوت. الحقيقة ان المعلومة دي وللأسف في بعض الدكاترة لازالت عارفاها، لان مش عارفة بتتردد لحد دلوقتي ليه. العينة بالإبرة القطعة أو اللي اسمها ترو كات بايوبسي هي الطريقة الرئيسية في العالم كله لتشخيص أورام الثدي، وبنبقى عن طريق السونار. يعني احنا زمان قوي أول ما ابتديت كنا بناخد العينة دي، احنا اللي بناخدها في العيادة. انا شايفة الورم كده او حاسة الورم بمسكه وادخل بالابرة عمياني كده واخد منه البيوبسي او العينة وخلاص. لا، بعد التقدم التكنولوجي اللي احنا بقينا فيه بقى بيتاخد عن طريق السونار. يبقى دكتور الأشعة حاطط السونار على الكتلة وشايفها قدامه على السكرين او المونيتور، ويدخل بالإبرة ويبقى شايف قدامه ان الإبرة جوه الكتلة، وياخد من اكتر حتة هو شاكك فيها وتتحلل. وده بيزود الدقة بتاعة العينة جدا جدا جدا. فدي الطريقة الصحيحة لأخذ العينات وتشخيص الأورام في العالم كله. ملهاش علاقة بنشر الورم، ودي إبرة مخصصة بتدخل مقفولة وتخرج مقفولة، ولا بتنشر ولا بتحفز ولا بتنشط ولا الكلام اللي احنا بنردده في مصر ده خالص. نيجي لنمرة 10، الأكل أو التغذية. بنسمع كتير قوي إن أنا منع سكر بقالي سنة، إزاي يجيلي ورم؟ انا ما بشربش كافيين، ازاي يجي لي ورم؟ البروتينات، انا ما باكلش بروتينات فازاي يجي لي اورام؟ انا فيجيتيريان. طبعا الكلام ده غلط خالص. ولا السكر ولا البروتين ولا القهوة ولا اي حاجة معينة لو اكلناها معناها ان احنا بنجوع او سوري بنحفز الخلايا السرطانيه. فبالتالي لما امنعها يبقى انا بجوع الخلايا السرطانيه وموتها عشان هي بتتغذى على السكر. الحقيقه الاورام مش نمل هديها سكر هتتغذى عليه تترعرع، ولو منعته هموتها. للاسف الموضوع اكيد مش بهذه السهوله يعني. لكن احنا لو حافظنا على نظام غذائي صحي واكلنا بطريقه وسطيه، ولا بمنع قوي ولا بفرط قوي، ده بيزود المناعة بتاعت جسمنا وبيحسن المردود بتاعها، وبيخلينا أكثر مقاومة على مواجهة الأمراض والعلاج. لأن الأدوية بتاعت الأورام أدوية مش خفيفة، فلازم يكون صحة الإنسان المتلقي للعلاجات ديت قادرة على إنها تستحمل الأدوية. فبالتالي اتباع نظام غذائي صحي ده بيخلي مناعتنا أقوى، ولكن لا يقينا من الأورام ولا يعالج الأورام. نيجي على نمرة 11، إقلام الثدي. مادام الورم بيوجع يبقى ما فيهوش مشكلة واطمن، أو لا يبقى كده في مشكلة واروح أكشف. هل الوجع ليه علاقة بالأورام أو لأ؟ أو يعني لو في أوجاع في الثدي لازم نخاف ونحذر من آلام الصدر لأن دي معناها إن في كانسر أو في مشكلة؟ الحقيقة إن أغلب أعراض أورام الثدي سواء الحميدة أو الخبيثة ما بتوجعش. يعني الوجع أو الألم مش عرض أساسي في أورام الثدي سواء الحميدة أو الخبيثة. الوجع عرض أساسي من التقلبات الهرمونية اللي كتبت على حياتنا كسيدات. احنا عندنا هرمونات، الهرمونات دي طبيعتها او خلقة ربنا انها بتزيد وتقل مع الوقت، وكل ما تزيد نحتقن ويبقى في اوجاع، كل ما تقل نبقى الموضوع اكثر راحة او ريلاكسنج شوية. لكن ملهاش علاقة بالاورام تماما. اعراض اورام الثدي تتلخص اهمها طبعا هي الايه الكتله، ان في كتله ظاهره، او دم من الحلمه من غير ما ندوس او من غير ما نحاول نشوفه هو بيطلع لوحده بنلاقيه في الهدوم، او كتله تحت الابط. والاعراض دي ما بتخفش ما بتوجعش. تمام. طب امتى اقول ان يعني الوجع ده عادي؟ لما يبقاش معاه اعراض تانية، اوجاع بتيجي وتزيد وتروح وترجع مع التغيرات الهرمونيه. لكن العرض ده بقى معاه وجع او معهوش وجع مش مهم، ما يفرقش معايا يا دكتور اصل الكلكعه بتوجعني. ماليش دعوه بالوجع، انا ليه دعوه ان في كتله في كلكعه، هي دي اللي لازم تتشخص. فاي عرض مع الوجع لازم اشخصه. وبرده لو الوجع غير متعارف عليه او غريب او اتغير النمط بتاعه برضو لازم اروح اشوفه. تمام. طيب ايه تاني من ضمن الاعراض بتاعه سرطان الثدي؟ اعراض تقدميه، اننا نبقى شايفين ان في تغير في الثدي بالعين. الجلد يتغير يبقى عامل زي جلد البرتقانه، تخين ومنغز ومحبب. يبقى في قرحه ما بتخفش وما بتوجعش. في مرض، في نوع من انواع الاورام بيجي اسمه قرحه في الحلمه.
نلاقي الحلقة متعورة زي ساعة الرضاعة كده، او متشققة او متعورة وما بتخفش وما بتوجعش. جات لي مريضة مرة بتقول لي انا بقالي 3 سنين بعالج القرحة دي بكريم، بحط لها كريم وما بتخفش. طب هل ده ما نورش في دماغنا حاجة ان ممكن يبقى فيها مشكلة؟ 3 سنين وما بتخفش. طب ما جيتيش ليه؟ اصلا ما بتوجعنيش. طب ما هو الوجع اصلا ما يهمنيش، او هو مش عرض خطر، لكن احنا بنسيب الحاجات الخطر ونمسك في الوجع. فأي أعراض مستمرة ما بتخفش دي لازم نتوجه فيها لدكتور متخصص في الثدي عشان نقدر نحدد إذا كان عندنا مشكلة أو لأ. طيب نيجي لنمرة 12. السيليكون بيسبب سرطان. بنات كتير جدا بتبقى حابة إنها تعمل تكبير للثدي، وبتخاف من فكرة الخرافة اللي منتشرة إن السيليكون بيجيب كانسر، فبالتالي مش هنعمل هذه العملية. احب اقول السيليكون بيستخدم في عمليات اعاده البناء او عمليات التجميل للحالات اللي عندها كانسر وشالت الثدي. يبقى دي حاله عندها كانسر، انا هحط لها حاجه بتجيب كانسر؟ اكيد ده كلام مش منطقي يعني. فالسيليكون امن جدا، ملوش دعوه بسرطان الثدي نهائي. طب الخرافه دي جت منين او ايه اصل انتشارها؟ ان كان في نوع زمان قوي اسمه التكستشرد سيليكون او التكستشرد امبلانت. دي كانت امبلانت محببه زي الازاز المحبب كده، مش الازاز الشفاف. الامبلانت ديت في بعض الحالات 0.01 تقريبا لقوا جالها حاجه اسمها ليمفوما، ورم في الغدد الليمفاويه اللي في الجسم، ملهاش علاقه خالص بسرطان الثدي نهائيا. فبناء عليه النوع ده اتسحب من الأسواق وما بقاش يستخدم نهائي، بقالنا أكتر من 10 سنين النوع ده ما بقاش يستخدم. رغم ان احنا برضو ما شفناش منه، لان ما شفناش منه ليمفوما، بس اتكتب انه حصل في حالات نادرة جدا وقليلة على مستوى العالم، فبالتالي النوع ده اتلغى وما بيدخلش ولا بنستخدموش. لكن الأنواع الحالية آمنة وملهاش علاقة من قريب أو من بعيد، سواء الأنواع اللي اتلغت أو الأنواع الموجودة بسرطان الثدي أصلا. نيجي بقى لنمرة 13. الجراحة السريعة أحسن طريقة لعلاج سرطان الثدي. عندنا كتلة، الحقي يخشش ليها بسرعة قبل ما تنتشر، وبعدين بقى نبقى نحللها ونشوف هيطلع ايه. طيب الجراحة السريعة ممكن تودينا في داهية حرفيا، وممكن تضيع علينا فرص كتير أفضل في العلاج وفي نوعية الجراحة اللي كان ممكن تتعمل. يعني إيه؟ نستغل النقطة دي ونتكلم عن طرق علاج سرطان الثدي. سرطان الثدي مرض سيستميك أو مرض جسماني، مش مرض موضعي. يعني مش هو موجود أهو فهخش أشيله فأنا كده خفيت، لا، هو مرض جسماني فلازم أعالجه سيستميك. يعني إيه سيستميك؟ يعني بحاجة تمشي في الجسم كله مع العلاج الموضعي اللي في المكان. ازاي؟ عندنا طريقتين للعلاج الموضعي، اللي هي ايه؟ الجراحة والإشعاع. يعني ان انا اعمل عملية في المكان اللي فيه الورم، وان انا ادي عليه اشعاع، جلسات اشعاع، عشان لو في اي بقايا للورم ده نقضي عليها تمام. ده كده يبقى انا عالجت الورم في مكانه. طب ايه يعالج لي الورم في الجسم كله؟ لو في اي خلايا مشيت في الدم وهتنتشر في اي عضو تاني من الاعضاء، بيبقى عن طريق 3 حاجات: العلاج الكيماوي والعلاج الهرموني والعلاج الموجه. دي احد انواع العلاجات برضو. ال3 انواع دول هم اللي بيساعدوا ان الورم ما ينتشرش وما يرتجعش. طيب دلوقتي في انواع بيبقى لازم تاخد العلاج الكيماوي الاول او العلاج الهرموني الاول ثم تعمل الجراحه، وانواع تعمل الجراحه الاول ثم تاخد العلاج الكيماوي او العلاج الهرموني والاشعاعي. لو انا بقى جريت بسرعه جدا قبل ما اعرف انا انهي نوع، ورحت رايحه عملت العمليه، وبعد ما طلعت النتيجه بتاعت العينه لقينا ان الورم من النوع اللي كان لازم ياخد علاج كيماوي الاول، هل كده يبقى احنا اتعالجنا صح؟ هل كده يبقى انا هلاقي فرص الشفاء زي ما مكتوبة في الكتاب؟ ما انا ما اتعالجتش زي ما مكتوب في الكتاب، فبالتالي مش هلاقي النتائج زي ما مكتوبة في الكتاب. فبالتالي لما احنا بنحدد نوع الورم والهرمونات بتاعته والدرجة بتاعته ومدى انتشاره، بقدر أوضع خطة علاجية صحيحة، سواء هبدأ بالجراحة الأول أو بالكيماوي الأول أو بالموجه الأول، وبناء عليه نتعالج صح. نمشي صح نلاقي نتائج بإذن الله مرضية. لكن نتسرع هنلاقي نفسنا ان احنا بنضيع على نفسنا فرص كتير. وكمان
الجراحة دي ممكن تضيع علينا جراحة أفضل. إن أنا لما الدكتور بيخش يشيل الورم وهو مش عارف إن هو ورم خبيث، هو ده اللي ممكن يساعد على انتشاره، وهو ده اللي ممكن يؤدي إن بعد ما نلاقي العينة طلعت خبيث، يؤدي إن لازم نعمل استئصال للثدي كله نتيجة العملية الأولانية، مش نتيجة إن الورم يستدعي استئصال للثدي. فالعملية السريعة ممكن تكلفني جراحة أكبر، وممكن تكلفني طريقة علاج غلط وتبقى نسب الشفاء أقل. طيب، هل سرطان الثدي مرض قاتل ولا يمكن الشفاء عنه؟ لو هو كده ما كناش تعبنا نفسنا في ان احنا نعمل اويرنس وحملات، ومش في مصر بس، في العالم كله. وكان يبقى فيه شهر اللي هو بينك اكتوبر او شهر اكتوبر الوردي. الشهر ده العالم كله بيستغله في التوعية لسرطان الثدي. فبالتالي لو هو مرض قاتل وميؤوس منه، عمرنا ما هنبذل فيه المجهود اللي بنعمله في التوعية. طيب، امال هو ايه؟ هو مرض كل ما اكتشفناه بدري كل ما كانت فرص الشفاء اعلى بكتير. عشان كده احنا بنسعى في ان احنا نعمل كشف مبكر، او نقول لازم نروح نعمل فحص دوري حتى لو ما عندناش اعراض. لان كل ما اكتشفنا الورم بدري كل ما كانت فرص الشفاء اعلى. طيب، يعني ايه بدري؟ اورام الثدي 4 مراحل. 4 مراحل، او يعني نقدر نقول 5 مراحل، من المرحلة صفر، مرحلة زيرو، للمرحلة الرابعة. لو اكتشفنا الورم في المرحلة 0 و1 و2، ده يعتبر بدري ونسب الشفاء فيه عالية من 88 ل 100%. ولو اكتشفناه في المرحلة الثالثة أو الرابعة، ده فرص الشفاء فيه أقل جدا للأسف من المراحل المبكرة. فبالتالي لا، تفرق كتير جدا. طيب، ازاي اعرف اعمل كده؟ المرحلة صفر والمرحلة الأولى لا يكتشفوا إلا لو عملت ماموجرام من قبل ظهور اعراض، اللي هو يكتشف في الكشف الدوري او الكشف بالسونار والماموجرام اللي بيتعمل كل سنه من غير ما يبقى عندي عرض. امال لو انا عندي كتله والكتله دي ثبت انها ورم، يبقى انا كده في المرحله كام؟ على الاقل في المرحله الثانيه. وانس ان في عرض ظهر، يبقى انا بقيت في المرحله الثانيه. طب ليه ضيعت على نفسي فرصه المرحله صفر والمرحله الاولى لو انا بعمل كشف مبكر؟ طب ليه بنسمي كده ان كل ما الورم كبر كل ما المرحله تقدمت؟ فالمرحلة التانية تبدأ ان الورم يبقى في 2 سنتي فيما فوق، وده اللي يبدأ يبقى فيها الورم محسوس. فبالتالي وهو سنتي او هو نص سنتي او هو سنتي ونص، احنا مش حاسينه ولكن هو موجود. لو عملنا الأشعة هنلاقيه. فبالتالي الكشف المبكر بالسونار والماموجرام عند سن 40 هو الكورنر ستون او حجر الأساس لان انا اكتشف الورم في المراحل المبكرة، وبالتالي اخلي فرص الشفاء اعلى بكتير ان شاء الله. نيجي بقى على نمرة 15، الماموجرام. لا يا دكتور، انا مش هعمل ماموجرام عشان ده قالوا خطر، ودي كتر الاشعه ديت بتسبب سرطان في الثدي، وانا بس هعمل فحص ذاتي لنفسي كل شهر وكده تمام قوي ومش هعمل ماموجرام. الكلام ده للاسف خطأ تماما. اشعه الماموجرام هي اشعه سينيه زي الاكس راي اللي بنعملها على العظم، على الايد، على الصدر، لو احنا مخبوطين على كتفنا، على رجلينا، بنعمل اشعه اسمها اكس راي او اشعه سينيه. هو الماموجرام اشعه سينيه زيها بالظبط، بس ده مخصص للثدي فقط. والطبيعي بتاعه ان هو يتعمل كل سنه. امال امتى يبقى فيه مشكله؟ ان تيجي لي مريضه تقول لي انا كل 3 شهور بروح اعمل ماموجرام. ده كلام فارغ. انا باخد جرعات اشعه من غير ما بستفيد منها حاجه، فبراكم نسب الاشعه في جسمي، فممكن اتضرر. لكن لو انا عملته بالصفه الدوريه بتاعته اللي هو كل سنه بانتظام، ده مفيش منه اي مشكله نهائي. ما احنا لما بنتخبط بنروح نعمل اشعه وبنعيدها بعدها بشهر، وممكن نعيدها بعدها بشهر ونص عشان اتاكد ان الكسر خف، وهكذا. مفيش منها اي خطوره تماما. لكن ان انا اعملها من غير سبب، هو ده ممكن اللي يعمل مشاكل. آه نيجي بقى على الفحص الذاتي. احنا قلنا ان الماموجرام هو الاساس، لكن الفحص الذاتي غير كافي للكشف المبكر عند سن 40. لكن ده انا اقدر اعمله في العشرينات، في الثلاثينات، عشان ابتدي اعرف الطبيعي بتاع نفسي. فيوم ما يبقى في مشكلة اقدر اعرف امتى اروح لدكتور واقول انا ما كنتش ده الطبيعي بتاعي. لكن هل فوق سن 40 اقدر اعتمد على الفحص الذاتي بديل للماموجرام؟ لا، نو واي. لكن في السن الصغير ممكن يبقى هو وسيلتي للكشف المبكر او الفحص الذاتي. نيجي للخرافة السادسة 16، حجم الثدي الصغير لا يتعرض لسرطان الثدي. كل ما كان حجم الثدي صغير مش هيجي لي أورام.
لا، الحقيقة بتقول ان حجم الثدي ملوش اي علاقة بالاصابة بسرطان الثدي خالص. يعني مش الصغير مش هيجيله والكبير هيجيله، لا خالص. سرطان الثدي ملوش اسباب وملوش اي علاقة بالحجم. محدش عنده مناعة ان هو لا قدر الله يجيله اورام في الثدي، فسواء صغير او سواء كبير لا يغني عن ان انا عندي فرص اصابة. ما دام انا سيدة وما دام انا عديت سن الأربعين فلازم اعمل فحص دوري. نيجي بقى على 17 عكس الصغير، العمليات تصغير الثدي. حالات كتير قوي بتبقى محتاجة تصغير ثدي لأنه بيعمل تقل على الفقرات بتاعت الرقبة وعلى الكتف وعلى العضلات، بيعمل أوجاع وتقل جامد جدا، بيعمل التهابات تحت الجلد لما بيبقى متني على بعضه، بيعمل فطريات والتهابات. في حالات بتبقى متعذبة جدا بموضوع حجم الثدي ده، وتبقى عايزة تعمل عملية تصغير وتخاف ان عملية التصغير ممكن تسبب سرطان في الثدي، وما تعملش العملية وتتحمل البهدلة اللي هي فيها بسبب انها خايفة ان يبقى في سرطان في الثدي. الحقيقة ان اصلا عملية تصغير الثدي عملية مفيدة جدا. طبعا ليها فوائد كتير، ان تخفيف الاوجاع والتقل على الفقرات والعضلات والكتف وحاجات كتير جدا بالذات، وتحسين الحاله النفسيه للمريضه وتحسين طريقه لبسها حاجات كتير. نقدر كمان نضيف لها انها ممكن يحمينا من سرطان الثدي. ازاي؟ انا ضد كلمة يحمي شوية، بس هو يقلل فرص الإصابة. ليه؟ لأني أنا بشيل في التصغير جزء كبير قوي من الثدي، فلو كان هيجي ورم في الجزء اللي اتشال فهو اتشال، فبالتالي أنا حميت نفسي أو عملت وقاية في إن أنا يجي الورم ده. فممكن تكون عمليات التصغير هي تقلل نسب الإصابة، لأن بنعتبرها حاجة اسمها ريسك ريديوسينج سيرجري. يعني إيه ريسك ريديوسينج؟ يعني جراحة لتقليل فرص الإصابة، مش منعها أو محوها ولكن لتقليلها. تمام؟ طيب نيجي بقى لنمرة 18. استئصال الثدي الكامل أحسن عشان الورم ما يرجعش. تيجي مريضة أقول لها إحنا هنشيل الورم بس بحواف أمان والغدد الليمفاوية، تقولي لا أنا عايزة أشيل الثدي كامل عشان ما يرجعليش تاني. هل ده صح؟ الحقيقة إن الأساس حاليا في علاج أو جراحة سرطان الثدي هي العملية التحفظية. وبقى في جراحات تجميلية كتير قوي إن إحنا نقدر نشيل بيها الورم بحواف أمان ونحافظ على إن الورم ما يرجعش، وفي نفس الوقت نحافظ على الشكل الكوزمتيك أو الشكل الجمالي للسيدة. تمام؟ اسمها عمليات استئصال الثدي التجميلية أو التحفظية التجميلية. طيب هو ده الأساس. اما في حالات معينه بنبقى مجبرين ان احنا فيها نعمل استئصال للثدي. ولو انا عملت تحفظي وما خدتش اشعاع كاني ما عملتش عمليه. ولو عملت كلي من غير ما اكمل علاجي مش معناه انه مش هيرجع. فبالتالي لو انا محتاجه تحفظي اعمل التحفظي، لو انا محتاجه كلي اعمل الكلي. مش معناها ان انا كل ما اعمل كلي او كل ما اشيل اكتر كل ما كانت فرص الشفاء اعلى، لا ملهاش علاقه. ليها علاقه بالصح، ان انا انديكيتد او مترشح لي ان انا اعمل كلي يبقى اعمله، مرفوضش واقول عايزه اعمل تحفظي والعكس صحيح. طيب لو فرض علينا الاستئصال الكلي هل ده نهاية الدنيا؟ لا، بقى في طفرة علمية تماما في عمليات إعادة البناء، وإن إحنا حتى بعد الاستئصال نقدر نعمل عمليات إعادة بناء إيفن لحد الحلمة ونعمل عليها تاتو وترجع السيدة طبيعية جدا. وده بيلخص لنا إن الجراحات ما بقتش مجرد استئصال، لا بقى في عمليات حاجة اسمها إعادة بناء للثدي، ودي بتخلي السيدات إلى حد كبير يتعدوا المرحلة النفسية اللي هم فيها أثناء العلاج من الورم. نمرة 19. هل سرطان الثدي مرض معدي؟ انا ما كنتش حاطه السلايدز دي زمان، بس بدات اتسالها كتير قوي. هل ده معدي؟ هل لما اخد الكيماوي خطر على اولادي؟ هل انا برضع انا كنت برضع ابني قبل ما اكتشف الورم، انا كده ممكن اكون عديته بالورم؟ الحقيقه ان اورام الثدي او سرطان الثدي مش معدي وما بينتقلش من شخص لاخر ولا في اي طريقه لنقله تماما. نيجي تقريبا آخر حاجة 20. الأورام اللي فيها الحميدة بتتحول لسرطان؟ لا، الورم الليفي الحميد لو ثبت وتشخص صح ان هو ورم ليفي حميد عمره ما بيقلب. الحميد حميد من اوله ويظل حميد، والخبيث خبيث من اوله ويفضل خبيث. طب امال لو جالي حد بيقول لي لا انا كان عندي صاحبتي عندها ورم ليفي حميد ولما شالته طلع خبيث،
لا، هو هنا الفكرة ان اللي شخصه قال لها ان هو ورم ليفي حميد شخصه غلط للأسف، او ما اتبعش الجايد لاينز الصح ان احنا نشخص الأورام عشان اجزم واقول ان هو ورم ليفي حميد، وتسرع ودخل شاله. فبالتالي اللي تقول لك انه تحول، لا، يبقى ده في الاول ما كانش متشخص صح ان هو حميد اصلا. الحميد من اوله يظل حميد زي ما قلنا. انا كده، هي كانت اخر واحده. انا كده خلصت. يا رب ما اكونش تقلت عليك وطولت، ومستعده لاي اسئله ان شاء الله. شباب المايكات مفتوحة، لو حد عنده سؤال يقدر يفتح المايك ويتكلم.